الشهر الماضي احتفل المغرب الشقيق بالذكرى 17 لعيد العرش. الشعب المغربي وقف دائما إلى جانب الثورة الجزائرية، وكان المغرب يرعى الخطوط الخلفية لمكافحين ومجاهدين، ولا يمكن إطلاقا أن ننسى هذا الدعم أو أن نتجاهله أو أن نتجاهل مواقف رائعة مثل موقف الملك محمد الخامس الذي أعطته الجزائر أو وضعت الجزائر اسمه على واحد من أهم شوارع العاصمة الجزائرية. ولا يمكن أن ننسى رجلا مثل المهدي بن بركة الذي كان دائما رجل دعم الكفاح في العالم كله. ما حدث هو أن في يوم الاحتفال أرسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالة التهنئة للملك محمد السادس، هنأه فيها بعيد العرش، وعبر عن تمنياته باسم الشعب الجزائري للشعب المغربي. وكانت الرسالة أو البرقية حقيقة دافئة تؤكد إرادة الجزائر في دعم وحدة المغرب العربي والعمل لتحقيق التضامن بين بلدان المغرب العربي. أنا شخصيا ما أزعجني في هذا الاحتفال بالذات هو خطاب الملك محمد السادس. الخطاب كان خطابا جيدا كأي خطب يلقيها الرؤساء والملوك، ولكن ما أزعجني هو أن الملك تحدث عن قضايا أو بأسلوب أعتقد أنه كان غير مفيد للعلاقات بين البلدين. كان طبيعيا أن يهاجم الملك المغربي البوليزاريو، هذا حقه وهو خصم ويحاول أن يكون حكما، لكن المشكل هو أنه استعمل عبارة، لا أقول أنه استعمل لأن واقع الأمر الملوك لا يكتبون خطبهم، هناك مستشارون، وهذا هو بيت القصيد، أن هناك في بعض الأوساط عند الأشقاء من يحاول دائما أن يثير قلق الجزائر أو أن يستفز الجزائر بدون داعي. قال الملك في خطابه أن المغرب حقق التنمية وحقق التقدم، وهذا طبعا يسعدنا، لكنه حقق كل هذا بدون أن يكون عنده لا بترول ولا غاز وسمعية جارة. كان هذا خطأ لم يكن له أي داعي على الإطلاق. نحن عندما كنا نهنئ المغرب أو نتحدث عنه لم نتناول إطلاقا أن المغرب في أكبر رصيد فوسفات في العالم، لم نتحدث عن الدعم المالي النفطي للمغرب، كان هذا أمر لا يهمنا لأنه يهم المغرب. لكنني أعتقد أن من أدخلوا هذه الجملة في خطاب الملك محمد السادس أخطأوا في حق الجزائر وفي حق المغرب وفي حق الملك شخصيا. لأنه في نهاية الأمر عندما نعود للتاريخ نكتشف أن الغزو المغربي للجزائر في أكتوبر 63 كان بناء على نصيحة من دبلوماسي أو من سياسي مغربي هو المرحوم عبد اللطيف فيلالي. بعد لقائه بالرئيس حمد بن بلة رحمه الله عاد الفيلالي للمغرب وقال للملك الملك الحسن الثاني: الحوار الوحيد مع الجزائر هو الحرب. الحوار الوحيد مع الجزائر هو الحرب، وهذا موجود في مذكرات الفيلالي وذكرها بنفسه في حوار له مع قناة الجزيرة. وكانت النتيجة الغزو المغربي الذي سمم العلاقات بين الجزائر والمغرب لسنوات طويلة. قلت هذا لأنني أعتقد أن المغرب يملك حجما من الدبلوماسيين يمثل رصيدا هاما لا للمملكة المغربية فقط ولكن للمغرب العربي كله. أنا تعاملت مع السفارة المغربية في الجزائر سواء في عهد بلخزيز أو كل من سبقه من السفراء، كانوا دائما سفراء في المستوى العالي، كانوا دائما يحرصون على أن يكسبوا للمغرب أصدقاء وأن يحيدوا حتى الخصوم. وأنا أتذكر وأقول وأعترف بأنني كنت من أكثر الذين كتبوا ضد بعض تصرفات الحكم المغربي وبكل قسوة، ولدرجة أن الرئيس هواري بومدين رحمه الله
وجه لي يوما عتابا قويا، لأنني تجاوزت بعض الخطوط الحمراء في هجومي على موقف الحكومة أو النظام المغربي. لكن السفارة المغربية في الجزائر كانت تستقبل كل الجزائريين باحترام، بمحبة وبمودة، وبمن فيهم أنا شخصيا، رغم أنهم يعرفون أنني كتبت ضد النظام المغربي في بعض القضايا التي ترتبط بشؤون الجزائر والمغرب العربي بشكل عام. وكان استقبالنا في السفارة دائما استقبالا متميزا. ولهذا السفارة المغربية في الجزائر عرفت حشدا لا تعرفه سفارات أخرى. يعني كان هناك 4 وزراء، في حين التقليد أن الاكتفاء بوزيرين فقط لتمثيل الحكومة الجزائرية. كان هناك 3 رؤساء للحكومات. كان هناك حشد كبير من مختلف المستويات. إذا كنت أقول هذا لأنني أحب أن أعتز بدبلوماسية المغرب العربي. أنا حضرت في العام الأسبق حفل السفارة الجزائرية في تونس بأول نوفمبر. كانت تونس كلها موجودة في السفارة الجزائرية، ونفس الشيء كان في المغرب عندما تحتفل السفارة الجزائرية بعيد جزائري. هذا هو فرق كبير بيننا وبين التعامل الذي نلقاه من بعض دول المشرق العربي. في دول المشرق العربي إذا مسيت نظام الحكم، مسيت مسؤول، مسيت الحكومة نتاعهم بأي نقد، وقد يكون نقد موضوعي، تقوم القيامة عليك، تولي عدو القومية العربية، عدو التيارات الإسلامية، عدو الزلابية والمهلبية ومش عارف والملوخية إلى آخره. وهذا شيء مؤسف. وأنا أتذكر عندما كنت أمارس الطب في العيادة نتاعي في الستينيات في شارع أول نوفمبر، أتذكر أني كتبت يوما ضد بعض تصرفات نظام الحكم في دولة شقيقة عربية، وإذا بي السفارة المعنية تعطي تعليمات للمعلمين في الجزائر التابعين لها بألا يترددوا على عيادة الدكتور عميمور. علاش؟ قال لك هذا عميل مخابرات جزائرية وهذا يعني ياخذ منكم المعلومات. وأنا قلت للمعلم اللي جاب لي الخبر هذا، قلت له يا ابني وش معلومات عندك تعطيها لي؟ أنا أملك من المعلومات عن بلدك ربما أكثر مما يملكه السفير المعين من هذا البلد. لكنني إذا كنت أقول كل هذا لأنني أؤمن بدور المغرب العربي لحماية المشرق العربي ولدعم المشرق العربي. ما ننساوش القوات المغربية في أكتوبر هي التي قامت بدور بطولي رائع في الجولان. القوات المغربية في الجولان دفاعا عن سوريا. القوات الجزائرية في سيناء دفعت أرواحا جزائرية دفاعا عن مصر في 67 وفي 73. ومن هنا أقول أن دور المغرب العربي لحماية المشرق العربي هو دور أساسي. والمهم هنا أن يدرك المغرب العربي أن طريق الوحدة، وحدة المغرب العربي، هو طريق ضروري وملزم. ملزم لنا كمجموعة دول تتعامل مع العالم أجمع، ملزم لنا كدول تواجه أوروبا وأطماع أوروبا، وأيضا كدول تواجه ما يعانيه المشرق العربي من مآسٍ كثيرة. يا أيها الإخوة، المشرق العربي كما يقولوا عنا كلاه بوبي. المشرق العربي ضائع وأنتم تتابعون. وأنا أعتقد أن مسؤوليتنا أمام الله، أمام الوطن العربي، أمام العالم الإسلامي، أن ندعم إخواننا في المشرق العربي. وأول طرق الدعم للمشرق العربي أن يتوحد المغرب العربي. السلام عليكم. عندما تحتفل السفارة الجزائرية بعيد جزائري. هذا هو فرق كبير بيننا وبين التعامل الذي نلقاه من بعض دول المشرق العربي. في دول المشرق العربي إذا مسيت نظام الحكم، مسيت مسؤول، مسيت الحكومة نتاعهم بأي نقد، وقد يكون نقد موضوعي، تقوم القيامة عليك، تولي عدو القومية العربية، عدو التيارات الإسلامية، عدو الزلابية والمهلبية ومش عارف والملوخية إلى آخره. وهذا شيء مؤسف. وأنا أتذكر عندما كنت أمارس الطب في العيادة نتاعي في الستينيات في شارع أول نوفمبر، أتذكر أني كتبت يوما ضد بعض تصرفات نظام الحكم في دولة شقيقة عربية،
وإذا بالسفارة المعنية تعطي تعليمات للمعلمين في الجزائر التابعين لها بألا يترددوا على عيادة الدكتور عميمور. علاش؟ قال لك هذا عميل مخابرات جزائرية وهذا يعني ياخذ منكم المعلومات. وأنا قلت للمعلم اللي جاب لي الخبر هذا، قلت له يا ابني واش معلومات عندك تعطيها لي؟ أنا أملك من المعلومات عن بلدك ربما أكثر مما يملكه السفير المعين من هذا البلد. لكنني إذا كنت أقول كل هذا لأنني أؤمن بدور المغرب العربي لحماية المشرق العربي ولدعم المشرق العربي. ما ننساوش القوات المغربية في أكتوبر هي التي قامت بدور بطولي رائع في الجولان. القوات المغربية في الجولان دفاعا عن سوريا، القوات الجزائرية وحتى الخصوم. وأنا أتذكر وأقول وأعترف بأنني كنت من أكثر الذين كتبوا ضد بعض تصرفات الحكم المغربي وبكل قسوة، ولدرجة أن الرئيس هواري بومدين رحمه الله وجه لي يوما عتابا قويا لأنني تجاوزت بعض الخطوط الحمراء في هجومي على موقف الحكومة أو النظام المغربي. لكن السفارة المغربية في الجزائر كانت تستقبل كل الجزائريين باحترام بمحبة وبمودة وبمن فيهم أنا شخصيا، رغم أنهم يعرفون أنني كتبت ضد النظام المغربي في بعض القضايا التي ترتبط بشؤون الجزائر والمغرب العربي بشكل عام. وكان استقبالنا في السفارة دائما استقبالا متميزا. ولهذا السفارة المغربية في الجزائر عرفت حشدا لا تعرفه سفارات أخرى. يعني كان هناك 4 وزراء في حين التقليد أن الاكتفاء بوزيرين فقط لتمثيل الحكومة الجزائرية. كان هناك 3 رؤساء للحكومات. كان هناك حشد كبير من مختلف المستويات. إذا كنت أقول هذا لأنني أحب أن أعتز بدبلوماسية المغرب العربي. أنا حضرت في العام الأسبق حفل السفارة الجزائرية في تونس بأول نوفمبر. كانت تونس كلها موجودة في السفارة الجزائرية، ونفس الشيء كان في المغرب. إن من أدخلوا هذه الجملة في خطاب الملك محمد السادس أخطأوا في حق الجزائر وفي حق المغرب وفي حق الملك شخصيا. لأنه في نهاية الأمر عندما نعود للتاريخ نكتشف أن الغزو المغربي للجزائر في أكتوبر 63 كان بناء على نصيحة من دبلوماسي أو من سياسي مغربي هو المرحوم عبد اللطيف فيلالي. بعد لقائه بالرئيس حمد بن بلة رحمه الله عاد الفيلالي للمغرب وقال للملك الحسن الثاني: الحوار الوحيد مع الجزائر هو الحرب. الحوار الوحيد مع الجزائر هو الحرب. وهذا موجود في مذكرات الفيلالي وذكرها بنفسه في حوار له مع قناة الجزيرة. وكانت النتيجة الغزو المغربي الذي سمم العلاقات بين الجزائر والمغرب لسنوات طويلة. قلت هذا لأنني أعتقد أن المغرب يملك حجما من الدبلوماسيين يمثل رصيدا هاما لا للمملكة المغربية فقط ولكن للمغرب العربي كله. أنا تعاملت مع السفارة المغربية في الجزائر سواء في عهد بلخزيز أو كل من سبقه من السفراء. كانوا دائما سفراء في المستوى العالي، كانوا دائما يحرصون على أن يكسبوا للمغرب أصدقاء وأن يحييك محمد السادس. الخطاب كان خطابا جيدا كأي خطب يلقيها الرؤساء والملوك، ولكن ما أزعجني هو أن الملك تحدث عن قضايا أو بأسلوب أعتقد أنه كان غير مفيد للعلاقة بين البلدين. كان طبيعيا أن يهاجم الملك المغربي البوليزاريو، هذا حقه وهو خصم ويحاول أن يكون حكما. لكن المشكل هو أنه استعمل عبارة، لا أقول أنه استعمل لأن واقع الأمر الملوك لا يكتبون خطبهم، هناك مستشارون، وهذا هو بيت القصيد، أن هناك في بعض الأوساط عند الأشقاء من يحاول دائما أن يثير قلق الجزائر أو أن يستفز الجزائر بدون داعي. قال الملك في خطابه أن المغرب
حقق التنمية وحقق التقدم، وهذا طبعا يسعدنا، لكنه حقق كل هذا بدون أن يكون عنده لا بترول ولا غاز وسمعية جارة. كان هذا خطأ لم يكن له أي داعي على الإطلاق. نحن عندما كنا نهنئ المغرب أو نتحدث عنه لم نتناول إطلاقا أن المغرب في أكبر رصيد فوسفات في العالم، لم نتحدث عن الدعم المالي النفطي للمغرب، كان هذا أمر لا يهمنا لأنه يهم المغرب. لكنني أعتقد أن النهار الماضي احتفل المغرب الشقيق بالذكرى 17 لعيد العرش. الشعب المغربي وقف دائما إلى جانب الثورة الجزائرية، وكان المغرب يرعى الخطوط الخلفية لمكافحين ومجاهدين، ولا يمكن إطلاقا أن ننسى هذا الدعم أو أن نتجاهله، أو أن نتجاهل مواقف رائعة مثل موقف الملك محمد الخامس الذي أعطته الجزائر أو وضعت الجزائر اسمه على واحد من أهم شوارع العاصمة الجزائرية. ولا يمكن أن ننسى رجلا مثل المهدي بن بركة الذي كان دائما رجل دعم الكفاح في العالم كله. ما حدث هو أن في يوم الاحتفال أرسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالة التهنئة للملك محمد السادس، هنأه فيها بعيد العرش، وعبر عن تمنياته باسم الشعب الجزائري للشعب المغربي. وكانت الرسالة أو البرقية حقيقة دافئة تؤكد إرادة الجزائر في دعم وحدة المغرب العربي والعمل لتحقيق التضامن بين بلدان المغرب العربي. أنا شخصيا ما أزعجني في هذا الاحتفال بالذات هو خطاب الملك